رجاء من كل واحد يفهم عربي ويسمعني يحاول يفهمني. سنة 47 يعني من أكثر من 60 سنة رئيس بن غوريون أول رئيس إسرائيلي أعلن في المنظمة الصهيونية بنيويورك خطبة أعلن فيها 5 نقط لحماية إسرائيل وبناء إسرائيل. يجب على المنظمة الصهيونية أن يكون مخططها كالتالي: 1. العمل على إلغاء الجيوش العربية وتعجيزها والحفاظ على انقسام الشعوب العربية. 2. السيطرة على البنوك والإعلام في العالم. 3. الوصول إلى أعلى المراكز في جميع دول العالم للحكومات وإجبارها على إتباع المخطط الصهيوني أو المخطط للمنظمة والقضاء على الأنظمة المعادية للمخططات الإسرائيلية. 4. محاربة العقائد والأديان بتفتيتها والسيطرة على تنظيم التعليم. 5. السيطرة على الاقتصاد العالمي واستخدام أسلوب الاحتكار في الاقتصاد. الكلام ده بن غوريون قاله في آخر سنة 47 في خطبته في مؤتمر المنظمة الصهيونية. المؤتمر ده سنوي وبيتعلن ومحدش بيسمعه. كلام بن غوريون اللي قاله مخطط من 60 سنة بيتنفذ. طبعا في مخطط أكبر من كده من أكتر من 100 سنة مخطط ومنفذ ومتابع. مش مهم مين يكون الزعيم، مش مهم مين يكون القائد، المهم نجاح الخطة. تعالى نجيب مثال تاني. فرنسا وألمانيا وكندا كانوا من أقوى الدول العالم الغربي ضد أمريكا في منعها ضد حرب العراق. دخول حرب العراق. ألمانيا، فرنسا، كندا. الثلاثة دول فين دلوقتي؟ الأنظمة اتشالوا. بن غوريون اللي اتوضعت في سنة 47 مستمرة للآن وبنجاح. الأنظمة اللي ما اتغيرتش يبقى هي تابعة. ووصلت خطة إسرائيل لتغيير أشخاص في الحكومات موجودة في الدول العربية مؤثرة على الحاكم نفسه. فالحاكم ده بالضبط بالنسبة في الدول، مش عايز اخص الدول العربية، انا تركيزي على مصر حاليا. الحاكم حاليا عبارة عن عمدة، انما المؤثر يختلف. سؤال محير، ولكن بالنسبة لي انا بنشوفه بالطريقة دي. زي ما مصر ما اعلنت عن رأفت الهجان ومصر قالت ان هي خدعت اسرائيل بوضع واحد مصري عميل مزدوج، كأن اسرائيل بترد عليها بتقول لها انا بقى هوضع واحد اصلا مصري يكون مزدوج ويسيطر. للاسف مصر اللي بيحكمها اجساد مصريه، اسماء مصريه، جنسيات مصريه، ولكن عقول وارواح صهيونيه. وللاسف اكبر سياسيين في مصر واكبر صحفيين في مصر ما بيقولهاش بوضوح، بالوضوح اللي انا بقوله. بيشعرني باسف ان الشعب المصري هيعرف منين اللي بيحصل. بيشعرني باسف ان السياسيين وصحفيين مش فاهمين ايه اللي بيحصل. المثقفين في مصر معدومين، مش قادرين يوصلوا. سؤالي لكم، هتغيروا امتى؟ هتوضحوا امتى؟ هتركزوا امتى؟ كل ال5 نقط اللي قالهم بن غوريون سنة 47 بيتنفذوا في مصر النهارده. بياناتي كلها ومعلوماتي كلها مش ناتجة عن استنتاجات، ولكنها ناتجة عن كلمات وارقام من اعلى شخصيات في العالم. ما بجيبش حاجة من عندي، ما بتهيأش، كل حاجة مستحيل اناقشها. بس اللي عايز اقوله لكم ان المخطط اقوى واكبر من اي حد انسان عادي يفهمه. ايه هو المخطط الصحيح؟
المخطط صحيح، عشان لما تيجي تقول لي مخطط لازم يكون عندك مستندات مثبته، زي كلمه من جيمي كارتر، كلمه من بن غوريون، كلمه من نيكسون، كلمه من جورج بوش. ده الكلام يتقال، ده الكلام تحطهم مع بعض هتعرف يحصل بالظبط ايه. لازم تقروا وتفتحوا، ابعدوا عن البرامج التافهه. المشكله ان الناس فاكره منتظره ايه التغيير يجي ازاي. صدقوني التغيير حاجه واحده، عدم الاعتراف بالنظام. مش كنتوا فاكرين ان الجيش هيغير؟ دلوقتي ممنوع اي حد يكون في الجيش بعد رفض بعقيد الا اذا كان موالي للنظام 100%. انما الانسان اللي هو الشريف او الانسان المتدين او الانسان اللي هو حر بيحب مصر ده بيطلع بره لازم. من احسن شخصيات مصر في الجيش من 40 سنه و240 سنه بيدخلوا مع المعاش. فعايز الشعب المصري لازم يفهم مصر محكومه باسلوب غريب. الاشخاص اللي قدامكم مصريين واصلهم من الارياف واصلهم من جيل مصر، ايوه، بس جواهم روح وقلب ما همش مصريين. مصر محتاجه رفعه. مفيش وقت، كل يوم بنتاخر فيه بيأخرنا كمان سنه. لان لو مصر حصلت لمجاعه مصر هتتاثر لمده 50 سنه عشان تبدا ترجع زي النهارده.